حملة دعم كبيرة من جماهير الأهلي لمصطفى شوبير في ظل الصدمة التي تعرض لها اليوم باستبعاده من المنافسة على جائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب داخل القارة الإفريقية. جماهير الأهلي تتهم الكاف بالتدليس وتهاجم المسؤولين عن اختيار اللاعبين الذين ينافسون على جوائز الأفضل بسبب خروج مصطفى شوبير من المنافسة في ظل قيادته للأهلي لتحقيق دور الأبطال البطولة الأكبر على مستوى الأندية، واستمرار ويليامز حارس صن داونز في المنافسة على جائزتي أفضل حارس وأفضل لاعب داخل القارة رغم فشله في قيادة صن داونز لنهائي البطولة. في قرارات صادمة لكل من يعمل في المجال الإعلامي، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز يقرر منع تحليل الأداء التحكيمي بعد المباريات في القنوات التلفزيونية والمواقع تماما، ويقرر عدم السماح للبرامج الرياضية الحوارية بتخطي 90 دقيقة، ويجبر قناة اون تايم سبورت وجميع القنوات على إقامة استوديو تحليل لكل مباراة لا يتخطى حاجز الساعة الواحدة فقط، مقسمة على ما قبل المباراة وما بعدها وما بين شوطيها، ويجبر القنوات على عدم بث أي برامج رياضية مباشرة من الساعة 12 من منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحا. الكاف يستبعد الترجي ونهضة بركان المغربي من المنافسة على جائزة أفضل نادي أفريقي في العام الحالي، والأهلي والزمالك وصن داونز يصلون للمرحلة الختامية من المنافسة على الجائزة. تذاكر مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي توشك على النفاذ قبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة، في تأكيد واضح بأن أعداد جماهير الأهلي ستكون كبيرة. مارسيل كولر يقرر فرض السرية التامة على مران الفريق ابتداء من اليوم حتى لا يتسرب أي شيء للمنافس قبل مواجهة السبت القادم. كولر يؤكد للاعبي الأهلي أنه سيكون مخطئ تماما أي شخص يظن بأن مواجهة السبت القادم ستكون سهلة بعد خروج الفريق البرازيلي، خصوصا أن فريق باتشوكا المكسيكي فريق قوي ولا يستهان به على الإطلاق، ومواجهته لا تقل صعوبة عن مواجهة بوتافوغو البرازيلي. ويؤكد أنه على المستوى الفني قد يكون أقل من الفريق البرازيلي، لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل إلى هذه النقطة من البطولة إلا لو كان لديه أنياب هجومية قوية، وأكبر دليل على ذلك المباراة التي شاهدوها بالأمس من المدرجات. الفيفا يعين الإيراني علي رضا حكما لمواجهة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة الانتر كونتيننتال، ويعين القطري سلمان الفلاحي حكما لتقنية الفار. محمد الشناوي ورام ربيعة يحفزون زملائهم بالفريق قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي، ويؤكدون لهم أن ملعب المباراة سيمتلئ بالجماهير التي ستأتي من كل مكان لدعمهم، وأنه لا يمكن قبول فكرة أن تعود هذه الجماهير حزينة، ويطالبون بإخراج كل طاقتهم للفوز بهذه المواجهة وجعل هؤلاء الجماهير سعداء وفخورين بناديهم. اللجنة المنظمة لبطولة الانتر كونتيننتال تؤكد مجددا للأهلي وباتشوكا أن مواجهة السبت القادم ستلجأ للوقت الإضافي في حال انتهائها بالتعادل في وقتها الأصلي. الصحافة الإسبانية تؤكد أن فرص لحاق مبابي بمواجهة نهائي كأس الانتر كونتيننتال في قطر ما زالت صعبة، وأنه من المرجح ألا يتواجد في المباراة. ربما جماهير الأهلي تعتبر مباراة السبت مباراة سعرية لما حدث في عام 2008، ولكن نحن لا نعتبرها كذلك، لأن كل مباراة مختلفة عن السابقة. نحن فقط متحمسين للحصول على نتيجة جيدة، لكننا نعلم أنه يتعين علينا تقديم كل ما لدينا في تلك المباراة حتى نفوز ونتأهل، ونعلم أنهم سيحظون بدعم كبير من جماهيرهم في المدرجات، لكننا جاهزين لبذل قصارى جهدنا والتركيز على نقاط قوتنا حتى نتمكن من الفوز بالمواجهة. لن نتأثر بجماهير الأهلي التي ستحضر المباراة لمحاولة تشكيل ضغط علينا، وسنحاول الاستمتاع بالأجواء في وجودهم. وائل جمعة يزور بعثة الأهلي في قطر لتحفيز اللاعبين على تقديم مباراة كبيرة يوم السبت القادم والصعود لنهائي الانتر كونتيننتال. الصفحة الرسمية للأهلي تنشر صورة زيارة حمدي فتحي إلى بعثة الفريق في قطر، وأحمد عبد القادر يخطط هو الآخر لزيارة الفريق اليوم لتقديم كامل الدعم لزملائه. الصدفة تضع أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي والمدير التنفيذي لشركة الكرة حاليا على متن الطائرة المتوجهة إلى الدوحة، وبعض الصحفيين الذين رأوهم يتصافحون يستغلون الأمر في الترويج لاتفاق أمير مع لاعب الفريق السابق على الانضمام للفريق مستقبلا. الأهلي يضم سمير محمد لقائمته في بطولة الانتر كونتيننتال بعد تجدد إصابة محمد عبد الله نجم الفريق الشاب بمزق في العضلة الأمامية، ومصدر يؤكد أن تجدد إصابة اللاعب الشاب سيكون له عواقب ولكن بعد بطولة الانتر كونتيننتال.